السلام السلام عليكم يا عليكم يا جماعة، جماعة. عاملين ايه؟ بإذن آه الله اقول لكم على خلطة تنفع للطيور الصغيرة والطيور الكبيرة. الخلطة دي تنفع لكل الطيور من عمر اسبوعين، بعد عمر اسبوعين. انما كل الطيور قبل عمر اسبوعين لازم نكون متفقين ان احنا بنحط علف صافي، خاصة لو فراخ. البط ممكن شوية يعني تضيفي شوية عيش مبلول، بواقي عيش مبلول او حاجة قبل عمر اسبوعين. انما الفراخ لا، لازم كل الفراخ يبقى آه، يتحط لها علف ناعم. يعني ما بقول طيور صغيرة يبقى اقصد عمر اسبوعين وانت طالعة. الخلطة دي هتنفع عليها وتدي اوزان كويسة جدا وبتبقى موفرة معاكي ما شاء الله. قبل ما نقولها يا جماعة، حابة ان احنا ناخد ثواب مع بعض ونذكر ربنا: لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ونستغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ناخد ثواب كده مع بعضنا بإذن الله، وأحسن طبعا من كل الكلام اللي احنا هنقوله. طيب، الخلطة دي يا جماعة أنا بحطها لكل الطيور زي ما انتوا شايفينها كده، لكل الطيور اللي انتوا شايفينها دي. البط الصغير عندنا أنواع ما شاء الله من البط. عندنا بط سوداني، وعندنا بط مولر، وعندنا بط بيور، وعندنا فراخ بلدي، وعندنا البط بقى الكبير اللي هو بيرقد. عندنا كل الانواع دي ما شاء الله. فانا بحط لها الخلطه دي ما شاء الله، بتدي اوزان كويسه للطيور الصغيره والكبيره كمان. فما شاء الله تنفع معاكم باذن الله. الخلطه يا جماعه هي بواقي الاكل اللي عندكم كلها ايا كانت بقى. أنا كان معايا دلوقتي قشر السمك وعيش مبلول وبواقي الاكل، الرز بقى، السلطه، اي حاجه عندك ايا كانت بواقي الاكل اللي عندك. مع برضو كان بواقي عيش. باخد بواقي الاكل دي وببلها يعني دقيقتين بس، ولحد ما بتطرى وبيبقى فيه نسبة مية اقلبها برده. الرده يا جماعه بتوفر معاكم، رده خشنه دي مفيده للطيور، وبتوفر معاكم خالص. يعني حبه صغيرين بيقلبوا كميه كبيره قوي. وما بنساش العلف، لازم احط نسبة علف عشان دي اللي بتعوض النقص في اي عناصر غذائية عند الطيور. فانا بحط حتى لو نسبة قليلة، تقدري ان انت تقللي نسبة العلف كل ما الطيور تكبر معاكي شوية كده تقلليها. بس تعوضي برضو بحاجات مغذية زي مثلا البرسيم. في لو في عندك غلة ماشي، شوية شعير، حاجة بسيطة. بس الشعير ممنوع للفراخ، لانه بيعمل لهم تعب يعني في امعائهم، فبلاش الشعير. او الرز الشعر بلاش. عندك غلة، عندك دشيش. الدشيش برضو لو فراخ بتبيض بلاش، لانه بيعمل لهم، يخليهم يعني يكونوا دهن او ان يحصل لهم انقلاب رحم. المواضيع دي في الفيديوهات اللي